السلام عليكم. لو سمحتي تبطلي تقللي من نفسك، او انتي مع خطيبك او حتى يا سيدي بتعصي ربنا مع واحد صاحبك، ممكن تبطلي تدفعي نص الشيك. طب ممكن ليه؟ بعمل شعر. تعرف بس هعمل شعرك جاي. عايز تعملي شعري زيي؟ اه. ماشي حاضر، هعملك بس لما اخلص. لا يلا اطلعي بره. بنت يا بنت بنت عيب يا نور. هعمل شعرك جاي. لو حد جابلك هديه تبطلي تقولي له ايه ده، الله انا اول مره حد يجيب لي هديه، بجد انا متشكره قوي، وطول بقى الوقت تقعدي تعظمي فيه لمجرد ان هو جابلك هديه. عشان هو ده الطبيعي، ان هو يجيب لك هدايا، والطبيعي ان هو يحترمك، والطبيعي ان هو يقدرك. اه. اه. تيتا جابتني هدية. تيتا جابتني. طب احنا يا نونو لما حد بيجيب لنا هديه بنقول له ايه؟ شكرا. شكرا بس، صح؟ حتى نور عارفه. ممكن تبطلي تجيبي له هدايا عمال على بطال من غير مناسبات. مش طبيعي ان انت كل شويه تجيبي له هديه يا حبيبتي، الراجل هو اللي يسرق. بس اسكتي يا هو اللي يعمل كده. ترى انا لسه جاية. صح. المفروض يحترمك ويقدرك بطريقته ايا كانت هي ايه. لو ضربك او هزقك او زعقلك تبطلي تعديها له علشان مجرد ان هو كان متعصب ومش بيعرف يتحكم في نفسه. الراجل هو اللي بيعرف يتحكم في نفسه. حتى نور بتعرف تتحكم في نفسها. انتي هو بيعمل كل ده عشان انتي مش محترمه نفسك، فانتي ازاي عايزاه يحترمك؟ انا مش عارفه ازاي اقول كده، بس ممكن تبطلي تديله فلوس، خلي عندك شويه تقدير واحترام لنفسك وهو يحترمك. السلام عليكم.